الخير يا استاذ ياسر. صباح الخير يا باشا. يعني الناس اللي هي مبادئ صح. زهقت وقرفت. انتصار مفيش حاجه بترضيها ابدا. دي مغلباني، بحاول ارضيها بكل الطرق ومش راضيه ترضى خالص. حتى الصبح صحياني من صباحيه ربنا تقول لي عايز اروح ازور منى اختي. قلت لها روحي، رحت جاي على هنا بقالي بتاع ساعه قاعده. ازاي؟ انا لسه جاي من البيت على طول ومفيش حد جه عندنا خالص. ازاي ما راحتش عندكم؟ ده خرجت من البيت بقالها اكتر من ساعه. يا ابني انا لسه بقول لك انا لسه جاي من البيت حالا ومراتي موجوده هي والعيال في البيت. مش عارف بقى راحت فين بقى. امال تكون راحت فين؟ مدد على طول المدد. الحل ايه يا سيدنا الشيخ؟ مدد على طول المدد. الاسياد طالبيني. نعم، يعني ايه طالبيني يا سيدنا الشيخ؟ طالبينك يا شطرة. يعني ايه يا سيدنا الشيخ طالبينك يا شطرة دي؟ الاسياد عايزين يختلوا بيكي. ايه اللي انت بتقوله ده يا سيدنا الشيخ؟ يعني ايه عايزين يختلوا بيا؟ وانتي مش عاوزة تخلفي؟ هو حد يقدر يخلف؟ امال انا جايه ليه يا سيدنا الشيخ؟ خلاص، هو ده الطريق الوحيد اللي قدامك عشان تخلفي. حلاوة ولعيبة وعالم في الهوى تتعلق، كلنا ماشيين على الحبل وكلنا بنقلق، خايفين من اللي احنا فيه وحنعمل ايه؟ ده مفيش كده. الزمن لطشوا فحرقوا بجاز الزمن وعدوا صدقتشوا ايضا. استر عليا والنبي يا سيدنا الشيخ. استر عليكي في ايه يا بنتي؟ في اللي حصل، في اللي انت عملته. انا ما عملتش حاجه، ده هما الاسياد. هما ازاي؟ مش انتي كنت خايفه منهم؟ هم ظهروا ليكي على هيئه شكلي انا عشان ما تخافيش. بس خلاص دلوقتي هتقدري تخلفي اولاد كتير قوي. مدد والسر اللي ما بينا يفضل مكتوب. لو رحتي بالسر ده عيالك كلها هتموت واحد ورا التاني. هي مدد. مساء الخير. مساء النور يا هانم. انت فين ان شاء الله؟ عند منى اختي. منى؟ منى مين؟ منى اختك؟ طبعا. مرات عصام. اذا كان كنت لسه جاي من عند عصام دلوقتي قال لي ان انت ما رحتيش النهارده. ازاي يقول لك كده؟ انت ما رحتيش عندهم النهارده، قول الحقيقه كنت فين يا هانم؟ بصراحه انا كنت عند الشيخ عشان يشوف لي حل الموضوع الخلفه بتاعنا ده. خلفة ايه وزفت ايه؟ استغفر الله العظيم. اسمعي يا انتصار، انا ما اتكلمتش معاكي قبل كده في موضوع الخلفه، ولا قلت لك عايز الخلفه دي خالص. اللي يعمله ربنا هو اللي يكون، فاهمه ولا لا؟ ما انا ياسر كان نفسي في حته عيل طول عمري، والله انا تعبت. وبعدين نفسي اسمع يا اخويا كلمه يا ماما بقى. الله، انا زهقت وتعبت. استغفر الله العظيم. اسمعي يا انتصار، من هنا ورايح مفيش خروج من البيت ده ابدا، فاهمه ولا لا؟ خلاص يا اخويا لا تؤمر بيه. كلام فارغ. يوه مالك يا ام عبده فين؟ ماليش.
قلقتيني عليك. مفيش يا عصام، اختي راحت عند الشيخ النهارده من ورا جوزها وعرف وعمل مشكله مع بعض. اكيد عشان موضوع الخلفه. هتعمل ايه يا عصام؟ ما هي نفسها في حته عيل تفرح بيه. والله يا منى مش عارف اقول لك ايه. امال العيال فين؟ عمرهم من المدرسه قاعدين بيذاكروا بابا. خليك اهو احضر لك الغدا. الو الو. مين معايا؟ لا انت نسيتي صوتي ولا ايه؟ ده ما كانش عيش وملح وليله حلوه. هو مش خلاص كده؟ عاوز ايه تاني؟ علاجك يا حلوه لسه ما كملش، ولازم تكملي علاجك عشان تسمعي كلمه يا ماما. يوه بقولك انا عاوزك، قصدي الاسياد، وخلي بالك مستنيك النهارده، لو ما جيتيش اعرف انك انت مش هتخلفي خالص ولا تشوفي اي عيل. منوراني يا منى يا حبيبتي. حبيبتي يا انتصار، لقيتك بقالك فترة ما بتسأليش، قلت اجيلك. من ساعة يا حبيبة قلبي ما عرف اني بروح للشيخ وهو حلف عليا 600 حلفان اني ما انزلش من البيت تاني. مش عارفة اعمل ايه. يا ريت يا منى يا حبيبتي، وحتى تقولي لياسر ان احنا حتى رايحين نشتري حاجات. سيبيها على الله وعليا، هنلاقي لها حل ان شاء الله. خلاص على ميعادنا ان شاء الله. باي. هو انت خارجه ولا ايه يا منى؟ مفيش يا عصام، هنزل اشتري شويه حاجات انا واختي، شويه حاجات حريمي. على فكره اللي بتعمليه ده اكبر غلط. معلش يا عصام، يمكن ربنا يكرمها بحته عيل. انا حذرتك كذا مره ان الدجالين دول كدابين ونصابين. ادعي لها يا عصام، يمكن ربنا يكرمها. يا رب يكرمهم. يا رب. خلاص بقى كده، وما انتش ترن عليا تاني. ليه؟ وانا لسه عملت حاجه؟ دي احنا هنفضل مع بعض طول العمر. لا طبعا. ازاي ده؟ مش الاسد اللي طلبوا كده؟ اسياد؟ هما الاسياد يعرفوا يعملوا كده؟ هو انتي هتفضلوا عبيطه لحد امتى يا جامد؟ تصدق انك سافر ومجرم وما عندكش ضمير؟ اهدي شويه. هو انت مش عايزه تخلفي؟ خلاص سيبيني وانا خليلك عندك مدرسه عيال. شوفي بقى اللي في دماغك ايه، ولا عايزه كل اللي حصل ما بيننا اوصله فيديو لجوزي؟ وعموما انا معاكي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. شكرا يا سيدي. ها يا عم ياسر، قلت ايه؟ قلت ايه في ياسر؟ عايزين نجوزك بقى يا اخي ونفرح بحته عيل من عيالك كده يا عم. ايه يا عم ياسر، مش عايز نشيل عيل من عيالك؟ هتجوز ازاي يا عصام؟ وانتصار؟ انتصار مين بقى اللي بتمشي ورا الدجالين؟ انت ليك عندي حته عروسه عنس. الواد ياسين نزل لما يجي وهتنفع بعيالها. انت شايف الواد هو شادد حيله والدنيا تمام، وحيل خلابه على قد ايدك. مش عارف اقول لك ايه بس يا عصام. قول لا اله الا الله ومشي الجواز عشان الدنيا تمشي. يا ياسين ما خلاص بقى يا راجل يا عجوز. عجوز ايه يا مزه؟ دي انت حلوه قوي. يا راجل اتلم وسيبني بقى امشي عشان اتاخرت عليه. تروحي فين بس يا انتصار؟ وانا لسه شبعت منك. كل ده ولسه ما شبعتش مني؟ ايه مالك؟ مش عارفه، ده مغص شديد. مغص شديد؟ مش عارفه ايه ده. طب روحي دلوقتي وابقي طمنين عليكي. هاي
رمش عينه رمش عين اللي ذبحني رمش عينه رمش عين اللي جرحني رمش عينه رمش عين اللي ذبحني رمش عينه مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه رمش عينه اللي جرحني. أستاذ ياسر، أنت راجل مؤمن وراضي بقضاء الله وقدره. للأسف أنت ما بتخلفش أنت ما بتخلفش أنت ما بتخلفش. ايه ده؟ هو انت مش مبسوط يا حبيبي ان انا حامل ولا ايه؟ ايه؟ ايوه مبسوط يا حبيبتي. طيب ربنا يخليك ليا يا حبيبي. مالك يا ياسر في ايه؟ في ايه يا ياسر؟ صلى على النبي. ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعة فينا، لازم نبقى صبورين على اللي احنا فيه، وان شاء الله ان شاء الله هيكون خير باذن الله. مالك يا ياسر؟ يا حبيبي ربنا هو اللي بيبعت الرزق من عنده. طب ايه ده ايه ده؟ ليه ده كله؟ ان شاء الله ربنا هيدينا خير. اصبر ان شاء الله. ده لازم تجيب لي شرف. لازم شرف ايه؟ انا مش فاهمه يا ياسر، وضح لي كلامك. شرف ايه؟ انتصار بتخوني. انتصار؟ بتخونك مع مين؟ ايوه كنت عندها امبارح، كانت تعبانه، خدتها كشفت لها، طلعت حامل المجرمه حامل من مين وازاي؟ مش عارف، الشكا يقتلني، مش عارف اعمل ايه. يا حبيبي الامور دي ما بتاخدش غير بالهدايا. شوفها راقبها، حد يراقبها وشوفها هي بتروح فين وتيجي منين. وده بسيط. طب ما الناس بتخلف بسهولة ايه؟ اشمعنى خلطوا انتصار يعني؟ يا عبد الرحمن هو انت مش ناوي تنسى الموضوع ده؟ ما انت ديك شايفة كل شوية بيخلفوا في الفيلم اهو، اشمعنى خلطوا يعني؟ وانت هتفضل طول عمرك غبي؟ ده فيلم يا جدع. ما انا عارف انه فيلم، ما خلطوا تروح لهم وتخلف عندهم. يا عبدو يا حبيبي افهم بقى، ده تمثيل. طب ما خلطوا تمثل عشان تخلف زيهم. لا انتوا كده مجال رسمي، انا سايباكوا الأوضة وخارجة. الو. ايوه يا سيدي، عرفت بتروح فين؟ طب ماشي، خليك عند القهوه وانا جاي لك حالا، هلبس هدومي ونازل لك على طول. يلا سلام. ياسين راقب انتصار وعرفت تروح فين. طب ايه ده بالراحه؟ هو مستنيه عند القهوه دلوقتي، هلبس هدومي ونازل له. طب ايه ده؟ سيبيني بالله عليك يا زينب عشان انا تعبان. يا ياسر اهدى يا ياسر. ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود. عصام تعالى معايا بسرعه. فين؟ تعالى معايا بس هقول لك السكه. يا عم في ايه؟ تعالى معايا مشوار وهقول لك السكه. تعالى يا عم قول. يلا بسرعه بس تعالى. موجود وحنين إليك موجود.
إنما للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا حبيبي. شفت اختك وعمايلها؟ يعني كانت هتعمل ايه يا عصام؟ ما هي نفسها في حته عيل. ماما بتخلي ليه؟ اصل خالته انتصار ما بتخلفش وهي عايزه تخلف. ما تخلف، ايه اللي مانعها؟ يمكن مش معاهم فلوس يشتروا بيبي. ما يشتروا من اي مكان، ما اكيد هيلاقوا يعني بيبي رخيص. مش عارفه بقى يا عبدو، يلا بقى نذاكر علشان لو ماما دخلت دلوقتي ولقيتنا كده هتموتنا من الضرب. هو كل يوم مذاكره مذاكره. يلا يا زينب يلا. الف مبروك، الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. مبروك يا زينب. الله يبارك فيك. شفت كلام الدكتور الاخير؟ العلاج بتاعه جاب نتيجه عشان تبقى تسمع كلامي. الحمد لله الحمد لله، واديك اهو الحمد لله بقيتي حامل وربنا كرمنا. الف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله الحمد لله لله الكرم يا رب. الحمد لله الحمد لله. الحمد وان لله. شاء الله على وش المولود الجديد بامر الله هجيب لك شقه جديده وهفرشها لك كمان قول ان شاء الله. بامر الله. صحيح اللي يصبر